اول مره في حياتي اشوف بني ادم انا بقول له هشتري يقول لي ما تعملش كده. محمد كلمني من دبي، واول نصيحه قلتها له بلاش تشتري. بصراحه انا كنت فاكر ان الموضوع ان انت بتشتري اي حاجه الناس داخله عليها وخلاص. فيمكن لما اتكلمت معاه وسالني قال لي انت هدفك ايه من الشراء، فسكت جدا بصراحه. فلما سالني على البادجت بتاعتي ساعتها فعليا انا البادجت بتاعتي ما كانتش تسمع. قال لي لا، انت لو هتعمل كده فبلاش. اول مره في حياتي اشوف بني ادم انا بقول له هشتري يقول لي ما تعملش كده. وقعدنا نحلل السوق، مقارنه بين مشاريع وسيناريوهات مكسب وخروج. لقيته بعت لي PDF كمان، قام باعت لي حوالي اكسل فيها اكتر من اختيار ان انا اقدر ان انا افكر في حاجه ما بينهم هما الاثنين او الثلاثه. نزل صور لي الحاجه على ارض الواقع والصور عندي. الحمد لله رب العالمين النهارده في حاجات معاه انا استلمتها، وفي حاجات لسه تحت الانشاء وبالفعل هي بتدني، وفي حاجات انا كسبت فيها يعني ربنا يعلم ويشهد اكتر من 3 اضعاف خلال 2 3. اتعلم الصح ان انت مش اي حاجه تشتريها ومش تخش وسط الهوجه وخلاص. لان انا غلطت غلطه زي دي زمان ودخلت وسط الهوجه، تمام، وللاسف لبست لبسه كبيره جدا وقعدت لحد النهارده. انا بقالي 4 سنين هم ما بانوش عواميد. ليك حق ان انت تكون مع بني ادم هو فعلا هو بيساعدك، يفضل يتابع معاك دايما، تمام. والله العظيم ده مش كلام مجامله، انا بقول الحقيقه اللي حصلت معايا وبتحصل مع ناس كتير جدا، ولما شفته عملها مع ناس ده اللي خلاني اطمن. انا مش ببيع شقه، انا ببني قرار. ولو انت مغترب وعايز تمشي بخطه تابعني، وهتلاقي لينك الاستشاره في البايو عندي.